بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما متجمعين مع حبايبكم فرحانين ومتهنين. ايه رايكم بقى في التشيز كيك الجامده دي؟ بما ان النهارده عيد ميلاد ابني حازم، فانا قلت هعمل له اكتر حاجه بيحبها اللي هي التشيز كيك. وبقول له كل سنه وانت طيب يا حبيب قلبي، ربنا يخليك ليا ويهديك ويبارك فيك ويحفظك واشوفك احسن انسان في الدنيا يا رب، ودايما ناجح ومتوفق في حياتك. وبتمنى من اي حد شاف الفيديو ده ان هو يدعي لحازم ابني ان هو ربنا يهديه ويبارك لي فيه ويحفظه. يلا بقى عشان نشوف احنا عملنا التشيز كيك الجامده دي ازاي. دي المكونات بتاعتنا اللي هنحتاجها النهارده. زي ما انتوا شايفين كده، هي دي كل الحاجه تقريبا اللي احنا هنحتاجها. معايا 4 بكاوي بسكوت اي نوع انت تفضليه، كوبايه زبادي، نص فنجان زبده سايحه، باكوين جيلي كريم شانتيه، جبنه كريمي، اول حاجه هعملها عشان يبرد شويه على ما اكون عملت بقيه الخطوات. هدوب باكو جيلي، احط عليه ميه مغليه وهدوبه عشان الجيلاتين اللي فيه، عشان يهدى شويه على ما اجي استخدمه. مش عايزاه يبقى سخن عشان ما يبوظليش الخليط اللي انا هعمله. هفضي الكيس كده وهحط عليه كوبايه ميه مغليه عشان عايزه ادوب الجيلاتين اللي فيه. طبعا معروف ان الباكو الجيلي بيحتاج كوبايتين، بس انا طبعا هحط عليه في الوصفه دي كوبايه واحده لان انا عايزاه يبقى متماسك بزياده. هنحط الميه كده بتغلي علشان الجيلاتين يدوب اسرع. تمام كده، هقلبه بقى كويس عشان ادوب الجيلاتين زي ما انتوا شايفين كده. قلبيه كويس. خلاص، هو كده دلوقتي الجيلاتين داب خالص معايا. هسيبه بقى دلوقتي على جنب عشان يبرد. عندي هنا البسكوت انا فرمته ناعم في الكبه، في المطحنه، في اي حاجه انت عايزه تفرميه فيها فرميه كويس كده ناعم زي البقسماط او زي حبيبات الرمل الناعمه كده. هحط عليه دلوقتي الزبده السايحه، هخلطها كويس بقى مع البسكوت لان دي هتبقى اول طبقه معايا في التشيز كيك. دي القاعده بتاعه التشيز كيك، دي اول حاجه خالص في البدايه انا هعملها. زي ما انتوا شايفين كده، اوبس معلش، زي ما انتوا شايفين كده انا دلوقتي حطيته في الصينيه وهبتدي اضغط عليه جامد عشان انا عايزاه يبقى متماسك في بعضه. زي ما انتوا شايفين كده بضغط عليه كويس عشان عايزاه يبقى متماسك. هدخله بقى التلاجة عشان يتماسك على ما نشوف الخطوة التانية بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه. دلوقتي انا عندي فراولة كانت في الفريزر، طلعت كام واحدة كده عشان اعمل صوص الفراولة لان انا عايزة التشيز كيك بتاعتي تبقى غنية جدا بطعم الفراولة ويبقى فيها طعم الفراولة الطبيعي. هحط عليها كده حوالي معلقتين سكر زي ما انتوا شايفين كده. هرفعها دلوقتي على نار هادية. عندي دلوقتي الجبنة الكريمي، عندي كوباية زبادي اي نوع انت تفضليه. وبما اننا بنعمل التشيز كيك الفراولة انت ممكن تستخدمي كمان زبادي بالفراولة، هيعزز الطعم معاكي اكتر، بس ده اللي كان عندي فانا استعملته عادي مفيش مشكلة. هبتدي اضرب بقى الزبادي مع الجبنة الكريمي كده عشان تديني قوام كريمي حلو. شايفين الجبنة مع الزبادي بقت عاملة ازاي؟
بقت حلوة قوي قوي دلوقتي معايا. هو ده اللي انا عايزاه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هحط عليها صوص الفراولة اللي انا عملته. هو ده صوص الفراولة اللي انا حطيته على النار من شوية، بقى زي الفل دلوقتي معايا. الخطوة دي يا جماعة بتخلي التشيز كيك بصراحة طعمه وهم، مش عايزة اقولكم بيبقى حلو جدا وغني فعلا بنكهة الفراولة. هبتدي بقى دلوقتي احط صوص الفراولة واخلطه كويس قوي قوي مع الجبنة والزبادي اللي انا ضربتهم مع بعض. تمام كده، كده حلو قوي. هخلطه كويس مع بعضه. خلاص هو ده اللي انا عايزاه. شايفين بقى صوص الفراولة عمل لون القوام بتاعي بقى عامل ازاي، واللون بتاعه بقى عامل ازاي، بقى غني جدا جدا بالفراولة، وهو ده اللي انا عايزاه. دلوقتي انا هعمل كريم شانتيه عبارة عن كوباية كريم شانتيه وكوباية عبارة عن نص كوباية مية ونص كوباية لبن، الاتنين مع بعض بس يكونوا ساقعين يا جماعة عشان الكريم شانتيه ينجح معاكي زي ما انتوا شايفين بالظبط كده. هو مش محتاج اي حاجة، اهم حاجة ان نوعية الكريم شانتيه بتاعتك تبقى حلوة زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلنا عبارة عن كوباية كريم شانتيه، وبنفس الكوباية ممكن تحطيها لبن وممكن تحطيها مية. انا بعمل الاتنين، يعني بحط مية على لبن. ده القوام اللي انا عملته من شوية. هضيف عليه بقى الجيلي لان الجيلي دلوقتي برد خالص، فهضيف عليه الجيلي وهقلب برضو عشان يتجانس الجيلي مع الخليط ده. معلش يا جماعه انا عارفه ان هي خطواتها كتير شويه، بس حقيقي حقيقي تستاهل بجد تعبكم فيها بجد. طبعا انتوا عارفين اصلا الحته بره بتتباع بقد كده يعني، فاحنا هنعملها في البيت وهتبقى احلى وانضف، وكمان فيها قيمه غذائيه احسن من بره كتير قوي. هضيف دلوقتي بقى الكريم شانتيه اللي انا عملته زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الكريم شانتيه ده على فكره حلو جدا، انا جبته من محل عندنا في القاس اسمه سولي. بجد يا جماعه الكريم شانتيه وكل خاماتها بجد حلوه قوي 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 قوي. انا مش بعمل لها اعلان ولا حاجه والله، بس هي فعلا انسانه ذوق وحاجتها كلها بجد حلوه. هضيف بقى انا دلوقتي الكريم شانتيه اللي انا عملته مع الخليط. شايفين؟ هو ده اللي انا عايزاه. هضيف انا بقى دلوقتي على خليط البسكوت اللي انا كنت دخلته التلاجة من شويه، هو جمد وتماسك خالص اهو. هحط انا بقى الخليط دلوقتي ده عليه. يفضل بقى ان انت تسيبيها في التلاجة 3 ساعات 4 ساعات، وممكن يعني انا حاليا عاملاها بالليل وهبيتها في التلاجة لحد الصبح عشان احط الطبقة الاخيرة بتاعة التشيز كيك. كده حلوة قوي. هدخلها بقى التلاجة ونشوف هنعمل اخر طبقة ازاي. اخر طبقة يا جماعة بتبقى شايفين ما شاء الله متماسكة جدا 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 وزي الفل. اخر طبقة هنجهزها مع بعض اللي هي عبارة عن باكو الجيلي اللي كان باقي معانا من امبارح. برضو هدوبه في كوباية واحدة بس مية مغلية، مش محتاجة اكتر من الكوباية لان انا هضيف له عصير فراولة. شايفين؟ بضيف عليه مية مغلية عشان ادوب الجيلاتين. هقلبه كويس عشان الجيلاتين يدوب. لازم تقلبيه كويس عشان الجيلاتين يدوب كويس معاكي ويبقى حلو. دي بقى اخر مرحله في التشيز كيك يا جماعه. هنضيف بقى دلوقتي الجيلاتين اللي هو احنا دوبناه بعد ما برد. هضيفه على عصير الفراوله. دي من التكات الحلوه قوي قوي بجد يا جماعه، بتبقى وهم بجد، بتدي طعم طبيعي قوي 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 للفراوله في الجيلي بتاعك. جربيها بجد هتعجبك قوي 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 قوي. هضيف بقى انا دلوقتي الجيلاتين اللي انا دوبته على عصير الفراوله
ودي هتبقى اخر طبقة احنا هنحطها على التشيز كيك، وهندخله التلاجة لحد ما يبرد خالص والجيلي يتماسك خالص معانا، وهيدي الشكل اللي انتوا شفتوه في الاول. كل اللي انا هعمله ان انا هضيف الخليط ده على وش الطبقة الكريم اللي انا عملتها في التشيز كيك، وهدخلها التلاجة برضو حوالي 3-4 ساعات لحد ما يتماسك ويبقى بالشكل اللي انتوا شفتوه. وتقدري تزينيها بقى باي شكل انت عايزاه.